استفد من الذكاء الاصطناعي لكن إياك أن تعتمد عليه. أحد الإخوة سأل الذكاء الاصطناعي عن بيت في مثلث قطرب، وهو قوله عن لفظ السلام: بالفتح لفظ المبتدي، والكسر بعض الجلمد، والضم عرق في اليد، قد جاء في قول النبي أو في لفظ النبي. فهو أرسل هذا البيت للذكاء الاصطناعي وقال: هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ فقال له الذكاء الاصطناعي أن هذا لم يرد، لأن الذكاء الاصطناعي لا يفهم مراد الناظم. والإنسان إذا كان غير متخصص وسأل الذكاء الاصطناعي فإنه سيتيه وسوف يضيع وسوف يقع في أخطاء كبيرة. ومقصود الناظم باختصار أن لفظ السلام بالفتح لفظ المبتدئ: السلام عليكم ورحمة الله، وبالكسر بعض الجلمد يعني بعض الصخور تسمى السلام. قال في الأخير: والضم عرق في اليد، قد جاء في قول النبي. يقصد أن لفظة السلام جاءت في قول النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، إلى آخر الحديث. وأنا أعتقد أن الإنسان المتخصص يستفيد من الذكاء الاصطناعي أكثر من غير المتخصص. المتخصص يستفيد من حيث تلخيص بعض الأشياء وجمعها وترتيبها، وهو بذلك يميز ما أخطأ فيه وما أصاب هذا الذكاء. لكن الإنسان الذي لم يتخصص والذي لا يتأكد سيقع في أخطاء كثيرة.